دايما بنسمع ان في مدرب انديه في مدرب منتخبات بس. هل يا ترى في فرق ما بينهم ولا دي مجرد اساطير؟ تعال نشوف. مدرب النادي ده شغال كل يوم مع اللعيبه، بيشوفه في التمرين، بيكلمهم، يبقى في رابط بينه وبين اللعيب، بيظبط الخطه، بيجرب التشكيله، بيغير في الماتشات، وعنده وقت ان هو يقدر يطور اللعيبه واحده واحده. يعني باختصار كده كل المفاتيح اللعيب في ايده. لو في لعيب مش عاجبه هيمشيه ويجيب غيره في الانتقالات. لو الفريق مش مظبوط عنده وقت ان هو يقدر يصلح. بيعيش مع اللعيبه كل يوم ويبني الفريق بشخصيته هو. اما مدرب المنتخب ده شغل مختلف خالص، بيقابل اللعيبه كل كام شهر في فترات قصيره قبل البطولات او المباريات الرسميه. يعني ما عندوش وقت كبير يدرب، فبيضطر ان هو يختار اللعيبه الجاهزه، وتحديدا لو اللعيبه دي الافضل في مراكزهم. ولازم يكون في تناغم من اللعيبه بتاعت المنتخبات والمنتخبات اللي بتحقق بطولات. مش شرط تكون تشكيلتها هي الافضل، ولكن يكون في بينهم تناغم. يعني بالمختصر هو مش بيبني فريق، هو بيجمع افضل لعيبه وبيحط كل لعيب على عدلته اللي متعود عليها. مش لازم يكون مدرب مبدع ومبتكر فنيا او تكتيكيا، اكتر منه ان هو يكون مدرب محبوب من مجموعه اللعيبه اللي معاه. ما يقدرش يشتري حد، وطبعا ما عندوش وقت ان هو يطور اللعيبه زي مدرب النادي، وبيشتغل تحت ضغط جمهور بلد كامله، وبيتحاسب على ماتشين ثلاثه. بالمختصر الشغلانه واحده، ولكن الظروف والضغوط والتفاصيل كلها مختلفه.